خليني اقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها. ضعف الشخصية مش انك انت هادية او انك انت طيبة. ضعف الشخصية بيبدأ لما انت تكوني مش واثقة في نفسك، وتكوني مش عارفة قيمة نفسك ومستنية ان الناس تحدد لك انت تستاهلي ايه. لو انت فاكرة ان الثقة بالنفس بتيجي من اللبس الغالي ومن البراندات والموبايلات والسيارات والشهرة، يبقى الفيديو ده محتاجة تسمعيه للآخر. في البداية خالص أنا لازم أفرق ما بين الوقاحة وما بين قوة الشخصية. الوقاحة إن أنا أعلي صوتي على اللي قدامي، وإن أنا أتجاوز حدودي، وإن أنا أتعدى على حدود الآخرين. أما قوة الشخصية أبقى عارفة أنا إمتى بتكلم وإمتى بسكت، وأبقى حاطة كل كلمة في مكانها الصح، ولما أتكلم من غير خوف. لما بنقابل واحدة واثقة في نفسها، دي مش صدفة، لا، الواحدة دي قرت وسمعت وثقفت نفسها وكونت رأي، وبدأ يبقى ليها رأي مستقل وطابع خاص بيها. وتقعد كده تسأل نفسها، هو أنا الرأي ده أنا فكرت فيه ليه؟ طيب هو الرأي ده نابع مني ولا ده جاي من الناس التانية؟ أنا اتأثرت بالناس اللي حواليا. خدي بالك إن اللي ملوش رأي ثابت سهل قوي إن أي حد يقوده أو إن هو يتهز بسرعة. النقطة اللي بعدها، لازم يكون عندك الهوية الشخصية بتاعتك، شخصية مستقلة بذاتك انتي، بحيث ان الجزء ده خاص بيكي انتي. ضعف الشخصية انك تغيري رأيك وتغيري كلامك علشان ترضي الشخص اللي واقف قدامك. مش شرط ان انا رأيي يعجب الكل، ومش شرط انه يعجب الشخص اللي واقف قدامي. المهم ان الرأي والكلام ده طالع مني انا، مش مستلفاه ولا مقتبساه من بره، لا، ده بتاعي انا، هويتي انا، دي ميولي انا. النقطة دي بقى مهمة جدا، لغة الجسد. خدي بالك من جسمك وهو بيتكلم. ممكن جسمك يفضحك قدام الناس. أنا ممكن أكون بقول كلام مهم جدا وقوي ومؤثر، وفي نفس الوقت جسمي بيرد عليا قدام الناس وبيقول أنت كدابة. أنا عمالة بتكلم وبقول كلام قوي، وفي نفس الوقت جسمي عمالة بهز في جسمي طول الوقت، عمالة بظبط في طرحتي، بظبط في لبسي طول الوقت طول الوقت طول الوقت، ماسكة في الموبايل أو بلعب في شعري أو حاطة ضوافري في بقي. انت كده فقدتي مصداقيتك قدام الناس. لازم يكون جسمك واثق وانت بتتكلمي علشان فعلا يكون حضورك قوي ويكون عندك قوة شخصية. النقطة اللي بعدها، خدي بالك من نبرة صوتك. الصوت الواطي مش تواضع، ده ممكن يتفهم خوف. اتكلمي دايما بنبرة متوسطة وبنبرة هادية وواثقة في نفسها، ولازم يكون حضورك قوي وحضور ثابت. ولما اتكلمي بأريحية، اتكلمي ببساطة، محدش بيجري وراكي، محدش بيخوفك. اتكلمي، عبري عن رأيك بكل أريحية. مش شرط ان انت تعجبي الناس، اتكلمي وعبري عن رأيك. ولو انت مثلا بتتكلمي في قضية معينة او في حاجة معينة انت عاوزاها، اتكلمي وقولي انت عوزتي ده ليه. اتكلمي ووضحي ايه الاسباب اللي خلتك اخترتي ده، ولكن اوضح الاسباب، مش اقعد ابرر طول الوقت. لا، اللي عاوز يقتنع يقتنع، واللي مش عاوز يقتنع عنده وجهة نظر وتحترم. انت ليكي انك توضحي ايه الاسباب اللي خلتك اخترت الرأي ده بدون تبريرات. المقارنة اكتر حاجة تدمر شخصيتك. انت مش نسخة من حد، انت مشروع كده مستقل بذاته، حاجة كده فريدة من نوعها. انت بتاعت نفسك. ما تقارنيش نفسك بحد. ما تقارنيش فلانة بتتكلم ازاي فانا هتكلم زيها. ما تقارنيش فلانة حضورها شكله ازاي فانا بالتالي انا هقلدها. انا ممكن اقتبس منها، اتعلم وانمي من مهاراتي، انمي من امكانياتي، اشتغل على نفسي. لكن ما تحاوليش تكوني نسخة حد تاني، لازم تكوني نسخة نفسك والمشروع بتاعك انت وبس. اخر حاجة اقولها لك، ان الثقة الحقيقية بتكون من جوانا، بتبدأ من جوه، مش في البراندات ولا في السيارات ولا في رصيدي في البنك ولا في المتابعين بتاعه زادوا ولا قلوا، لا. الثقة الحقيقية ان انا اكون راضية عن نفسي. لو انت مش راضية عن نفسك مهما عملتي هتبقي مهزوزة، واي حد يقدر يقودك ويقدر يهزك. الثقة الحقيقية ان انا اعرف امكانياتي ومهاراتي وانميها واشتغل على نفسي. اشوف الناس الناجحة واشوف هم عملوا ايه واشتغل على نفسي زي ما هم اشتغلوا على نفسه. يبقى ده شيء بناء ان انا اشتغل على نفسي، اشتغل على نفسي عشان اكون نسخة افضل مني. بصي يا ستي، قوة شخصيتك مش هتيجي في يوم وليلة، بس بتيجي من قرار واحد، انك تعرفي نفسك وتحترميها وما تتنازليش عنها. لو عاوزة شخصيتك تكون قوية، اعرفي نفسك واحترميها وحبيها، وابدأي من جواكي، وكل حاجة هتيجي بعد كده واحدة ورا التانية. لو حاسة ان الكلام ده لمس قلبك، اعملي لي لايك واكتبي لي في التعليقات اكتر حاجة بتضعف شخصيتك ايه، عشان الفيديو اللي جاي يكون ليكي.